سلام البنات كدايرين لاباس عليكم هانيين مزيانين على خير كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا دائما في احسن الاحوال كنتمنى لكم الخير البنات فين ما كنتوا. قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم نبداو بالصلاه على نبينا غدا يوم القيامه يشفى فينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك لي ويبارك لكم في الرزق وفي الصحيحة وفي أي حاجة كتمناوها. قولوا آمين. المهم البنات أنا درت واحد الخريجة أو واحد الطويرة خفيفة في واحد المحل البنات فيه بزاف ديال التخفيضات. أنا كيف ما قلت لكم فيه بزاف ديال التخفيضات اللي عجبوني وفيه صراحة لي بروموسيون اللي عجبوني. نتوما غادي تشوفوا البنات المنتوج وغتشوفوا حداه الأثمنة. المهم بغيت نطرق معكم لواحد الموضوع. المهم الفيديو راه كلشي فيه باين البنات المنتوج بالثمن، ولاني انا بغيت نزيد نشرح لكم اكثر فاكثر بالنسبه للبنات طريقه باش تنجحوا في كرتونات رمضان. بالنسبه للبنات كرتونات رمضان واخا دابا بقات غير واحد 3 شهور وسيمانه، ايه هو فعلا الحال مشى ياكو، ولاني ما فيها باس ماشي مشكل. حلاوتها البنات في جميعها. راه ملي كتكوني جامعه اختي ديك الكريطينه واخا تكون اختي فيها غير واحد 100 درهم السلعه ولا 150 درهم السلعه ولا حتى 200 درهم السلعه اختي ما عطاها لك حد وما صدقها لك حد. جمعتيها انت بالتحدي ديالك، ناضلتي ودرتي تحدي مع نفسك وحاولتي تقاتلي وديري اختي داك التحدي باش ديري ديك الكريطينه. اول حاجه البنات الكريطينه كيفاش كنبداوها؟ كنبداو البنات بهذا بالاساسيات، كنطبقوا الاساسيات. هنا البنات كنوريكم الفرماج، ما كاين ما احسن البنات من هاد الهولنديز، ولاني واخا هاد الهولنديه زايده في الثمن ولاني كتبقى صراحه هي احسن فرماج، ولاني راكم عارفين كتجي شويه قاصحه، يعني بالنسبه للاقتصاد كتجي شويه قاصحه البنات في الثمن. ما علينا البنات راه حنا كنهضروا على الاقتصاد. راه الاقتصاد البنات هي كنحاول نقارن منتوج بمنتوج وماشي كنمشي للرخا فعلا في الثمن، ولاني حتى المنتوج راه كنشوفوه واش زوين ولا لا. فهمتوني يا البنات؟ كنحاول كيف ما قلت لكم في كرتونه رمضان كنحاول نسبق الاساسيات. ملي كنسالي الاساسيات كنحاول ندوز للثانويات، ولاني قبل ما ندير لا هاد الاساسيات لا هاد الثانويات كنحاول ندير واحد اللائحه وكنشوف انا الاسره ديالي شحال تتكفيني من هاد الحاجه وشحال كتكفيني من هاد الحاجه، وكنمشي دوقه دوقه او دقه دقه بشويه عليا. بالنسبه للبنات اللي بغات دير تحدي فلوس ديري تحدي فلوس، ومع ذلك ديري كرتونات رمضان. علاش؟ راه ملي كتقضي السلعه بوحدها هذيك السلعه كتنفعك حتى هي في التقضيه ديال رمضان. ملي كتبغي هكا كيوصل رمضان كتكون عندك السلعه. والتحدي ديال الفلوس كتبغي هكا تاخدي الحوت الكفته لا داند، كتبغي مثلا تقضي دجيجات، كتبغي تقضى مثلا دوك الفخوضه الصدر الحوت، المهم شحال من حاجه كتبغي تقضيها من دوك الفلوس. او كتبغي مثلا تقضي شي حاجه خاصك في كوزينتك، مثلا فحال انا خاصني مولينكس. المهم نتيا كتحاولي ماشي مشكل. دابا انت هاد العام هذا دركيك شويه الوقت ولكن ماشي مشكل. حاولي تحمسي في حالنا، حاولي تحفزي نفسك في حالنا. ولكن كنبغيك ان شاء الله العام الجاي واحد 6 شهور قبل تجمعي لهاد كرتونه رمضان. هادوك الاخوات اللي غيدخلوا يقول لك وحنا فين ضامنين عمرنا حتى 6 شهور نجمعوا لهاد رمضان، وحنا فين ضامنين عمرنا. راه حنا هاد التحديات وهاد الاقتصاد وهاد كرتونة رمضان شنو اللي خلانا نديروها؟ شنو اللي خلانا نديرو هاد التحديات؟ راه هي الماده قليله البنات، راه الميزانيه محدوده ويد وحده ما كتصفقش. وملي تيكون غير الزوج بوحدو اللي خدام راه صعيب الحال، ومتطلبات الحياه غدا وما كتغلى، وغلاء الاسعار غادي هادشي وما كيتزاد. وباش يكون غير الراجل بوحدو اللي خدام في الدار القضيه صعيبه. والمصروف البنات في رمضان كيتزاد، خصوصا الا كان الراجل غير بوحدو اللي خدام. والانسان الا كان كاري او تبعاه طريطه او تبعاه واحد المسؤوليه صعيب الحال البنات صعيب الحال. وبالنسبه اللي كتكون ثانويات في الاشهر الاخرى في رمضان كتولي رئيسيه واساسيه.
راه ما يمكنش البنات حنا هاد التحديات اللي كنديرو او هاد الكريطين اللي كنديرو راه باش ناكلو من كلشي. حتى حنا اختي ناكلو من الحوت الغالي، حتى حنا اختي نديرو دوك الاطباق اللي تيكونوا زويونين وراقيين، واخا غير شوي 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 من الحاجه. هاد التحديات كنديروها او هاد الاقتصاد باش حتى حنا ناكلو من كلشي، وحتى حنا ناكلو من جميع الشهيوات. حتى حنا اختي نديرو سلو، حتى حنا اختي نديرو الشباكيه، حتى حنا اختي نديرو المعمر، نديرو الاطباق ديال الحوت بالانواع ديالها. واش فهمتوني يا البنات؟ راه الاقتصاد ماشي جوع، حاشا ولله واش يكون جوع. واش فهمتوني؟ كرتونة رمضان عندها بزاف د المزايا وعندها بزاف ديال الحوايج اللي زوينه. راه من ضمنهم بزاف د البنات معايا في المجموعه ما كانوش كيديروها وداروها معايا ان شاء الله هاد العام هذا، وداروها معايا حتى العام اللي فات، وكانت مزيانه وعجباتهم. علاش؟ لقاو راسهم انهم فرحاهم ديك الكريطانه باللي قسم الله. ها البنات، وغير 5 اطرو د الزيت شحال؟ ها هي 1500. ها انت نقصتي عليك واحد جوج باكيات ديال السنيده، ها هي 400. مثلا طون واحد 6 ولا 9، ها هي تبارك الله واحد 50 درهم. المهم 1500 على 50 درهم على 100 درهم على تقضيه رمضان واحد 150 درهم لا تقضيه السفوف سمحوا لي واحد 150 درهم ولا 200 درهم. وهي اختي ديك الكريطانه تبارك الله واحد 500 درهم ولا بالقل 600 درهم. وهذه ماشي في حد ذاتها زوينه وما مزيراش راسك؟ وداك الشيء غير من كل شهر شحال كتحطي او من كل اسبوع شحال كتحطي. وها انت اختي مسهله على راسك، ها انت اختي مفوهه على راسك. راه ما تبقاوش البنات تبعوا دوك الاخوات اللي كيبقاو يعلقوا بالتعاليق السلبيه او اللي كيبقى يقول لك واختي وحنا فين وفين رمضان. يا اختي لو كان الراجل يعرف راسو ما يكملش هذاك الشهر ما يمشيش لديك الخدمه، ولو كان اختي انت عرفتي مثلا ديك القرعه اللي باغا تشري بها واحد السرتله ولا باغا تشري بها مثلا واحد الخاتم، لو كان تعرفي ما تكمليش فيها اختي ما تفرحيش بداك الخاتم تموتي انت كاع. ما تفرحيش لهداك الخاتم ولا ديك السلسله ما ديريهاش اختي كاع. ولا كنت تعرفي داك التحدي ديال ماكينه الصابون غديريه ما توصليهاش ما ديريهش اختي كاع. المهم هنا البنات كنوريكم شي ضرب الطويره وكنشوف هكا الاثمنه ديال ماكينه الصابون والاثمنه ديال بزاف د الحوايج البنات. هذا المحل فيه ما يدار. ما كنبغيكمش البنات تبقاو تاخذوا الحوايج ب... بالسلبيات، بالعكس كنبغي اي تاخذوها البنات بايجابيات. المهم البنات اللي وصلت حتى لهنا ما تنسينيش اختي من لايك، ما تنسينيش اختي من التعاليق الزوينه طلبا وليس امرا. اللي ما اشتركش في القناه تشترك فيها. الله يسهل عليكم البنات والله يكبر بكم. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.